بصوا يا جماعه، انا طول عمري ساكت وما بحبش اجيب سيره حد، ومؤدب، وخدت على نفسي عهد خلاص انا مش هتكلم على حد تاني، لا سياسه ولا غير سياسه، خلاص كده انا مش هتكلم على اي حد الا الواد ابن الوزه ده برقوقه. ولا يا حليب يا خالي من الدسم، تعالى اقولك ما تخافش، يا ولد تعالى. ايه في ايه مفيش حاجه يا جماعه، انا بعلم لكم عليه بس عشان تعرفوه بعد كده. الولا برقوقه الايام دي عنده هوايه عجيبه قوي وغريبه قوي، بقى ماشي في ترند بقى ان هو يطول لسانه على بلده وعلى سفاره بلده ويقف يمثل دور المناضل الحر، مع ان الحقيقه انه مش مناضل ولا حر، ده مجرد لعبه في ايدين اللي بيلعبوا بيه. فانا هستسمحكم اقعدوا في حته هاديه كده وعلوا صوت الفيديو واسمع اللي جاي. اول ما سمعت جواز برقوقه من واحده هولنديه قلت خلاص عادي مش عيب، يعني الحب ملوش وطن، بس قلنا من باب اولى برضو نسال على اهلها، مش نعرف برضو ابننا العاق هيناسب مين. وكانت الصدمه، عرفنا ان مرات برقوقه اصلها يهوديه، وانت يا برقوقه بنفسك اعترفت انها اسلمت. تسلم الايادي برقوقه قبل يا زبادي. وبالنسبه لمراتك اللي انت خليتها اسلمت دي، شغاله فين يا واد يا برقوقه؟ اكيد ما بتبيعش عصير برقوق، امال بتبيع ايه يا بلبل مصر؟ بتبيع عصير عنب، بتبيع خمور يا برقوق يا طرطور. البنت اللي اتحجبت ومسلمه بتبيع خمره، نيتك خمره يالا. ده فتاوي جديده دي ولا ايه؟ ولا دي شريعه امكاويه؟ ما هي بياعه الخمور اسمها امكي من هنا يا بنت، امكي ومش عايز اشوف وشك تاني. يعني مراتك يا برقوقه شغاله بتاعت خمور، صحتك يا برقوقه. بس الاجمد بقى مش في الخمره وبس، لا الاجمد ان مراتك دي ما اتجوزتكش عشان قلبك الحنين ولا لسانك الطويل اللي بينزل من بقك بيلمس الارض، لا يا برقوقه دي كانت طعم يا قلبي يا ذكري. الموساد طبعا عارف ان انت برياله وقبل كده ممسوك مع عيله 15 سنه، فبعتوا لك واحده شكلها بريء تنيمها على بطنها تنور، على ظهرها تنور، بتطير في الجو وتعمل بيبي رابسو، عايزها تسلم شغاله، عايزها تعبد البقر شغاله، عايزها تتجوز ابو لهب بعد ما تتطلق منك شغاله، علشان في الاخر تمشي وراهم يا برياله زي الحمار اللي مربوط في ساقيه. وفعلا يا برقوقه اتجندت في هولندا بلد الطواحين والجبنه واكبر مركز للموساد في اوروبا. يا بختك يا عم، مراتك بتبيع خمره يا عم يا سيدي، لا ومتجنده من الموساد. يا بخت من كان الموساد خاله، ده احنا كنا فاكرينك ناشط عادي، طلعت ناشط مشحون ببطاريه من تل انابيب. اوعى تسرب شحن لا يزعلوه. لا والواد برقوقه كمان ما اكتفاش بكده، راح خد بقى كورسات في تركيا في التمثيل بقى وورش التمثيل. ليه؟ علشان يعرف يمثل على الناس دور المناضل ويقعد يعيط في اللايفات، وانا مصر مضطهداني وبتحبس المظاليم وبتحاصر اهل غزه. لا بنتي يا برقوقه اتجوزتي خزوقه، والله حلوتي وكبرتي وبقيتي حربوقه. عامل لي ممثل تراجيدي وبتعمل لي مناضل وغلبان. بصحتك يا برقوقه، وصبح لي على المدام وقول لها تزود العيار شويه يا باشا. تعالوا بقى ناخد جوله سريعه كده ونشوف الولد برقوقه فاتح شركه ليه واسمها ايه. شركه ميديا فيجن كرافت. ده انت جامد بقى، مع انك مواليد 98، يعني يا دوبك كنت تروح تشتري بلاي ستيشن وتلاعب البت اللي متجنده دي، وانت بتلاعبها بقى تقول لها بصحتك بقى الجون ده عاجبك كده، طلعت اوف سايد. هي تقول لك قطعني يا برقوقه. فجأة كده يا باشا بقى عندك شركة في قلب امستردام وفي مكان ايجاره يجيب عمارتين عندنا في القاهرة، غير الفيلا والعربية اخر موديل وكاسين الويسكي. لو سمحت يا برقوقه قول لي المدام الخمره دي حمضانه. والله يا جماعه زي ما بقول لكم كده، كل الحاجات دي جايبها وانت مواليد 98. اقسم بالله زي ما بقول لك كده يا موائل. والله مين يا انيسه اللي بيمولك؟ وطبعا مش هنسالك بقى الشركه دي طلعت شغل ايه وعملت شغل ايه وبتعمل ايه، عشان واضح قوي ان الشركه دي يافطه زي اليافطه بتاعت الاخوان اللي مكتوب عليها ديمقراطيه حريه عداله، فهي بتوزع تمويلات على القهاوي زي اللي اسلمت بياعه الخمور. قول لمراتك يا برقوقه ما تملاليش الكوبايه على الاخر عشان ما بعرفش اروح. لا والاجمد من كده كمان رقم الواتس بتاع برقوقه، الرقم بتاع الواتس مش هولندي، ده رقم بريطاني. ده انت ما طلعتش ناشط بس بقى، انت كمان طلعت ديليفري دولي، ديلر اوروبا، وكاتب تويته بقى وعايز الرقم بتاعه بتاع بريطانيا دوت، عامل عرض بقى للظباط في مصر. اي حد من الظباط الناس الاحرار الجميله يبعتوا له اسرار. اسرار ايه يا عم؟ والله زي ما بقول لك كده يا موهبه. مين ده؟ انس الشوال ده ولا انس الهجان؟
الهجان. بعد اذنك يا برقوق اقول للمدام الصلاحيه بتاعت الخمره اللي انا شربتها دي منتهيه الصلاحيه. وطالع في البث المباشر بقى عمال يعيط يا عيني على اهالي غزه، عمال يتاجر بيهم ويحزق، وهو اصلا بياخد فلوس من الناس اللي بتمسح اهل غزه من على الخريطه. وعايزين بقى المفاجاه، تعالوا سريعا كده نستعرض العيله السعيده اللي كانت بدايتهم ساكنين في المزرعه السعيده. ماما الدكتوره انوار. في صحتك يا انوار، ده كاس مرات ابنك يا غاليه، خلصي بقى الكوبايه كلها ما تسيبيش حاجه، عندنا بنات عايزين يجوزهم. دكتوره انوار بقى دي شغاله دكتوره نساء وتوليد، هي اللي ولدت نفسها في برقوقه. دخلت يا عيني الحمام كانت فاكره عندها انتفاخ، فضلت تحزق 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 لغايه ما في البدايه نزلت البذره بتاعت البرقوقه. قعدت تصوت هناك على الحمام ويخبطوا عليها افتحي يا دكتوره افتحي، افتكروها بتسقط في البرقوق. حزقت جامد لحد ما عملت بومبا طلعت برقوقه. الواد نازل ما شاء الله من غير حبل سري ونازل من غير بذر. واسطه بقى امه دكتوره. الوليه دي بقى كانت بتعمل عمليات ختان لبنات الجماعه، علشان بنات الجماعه فبتعملها لهم ببلاش. تقول لها تعالي يا بنت انت من الجماعه، تقول اجل يا سيدي. لا طب قولي كلمه السر، تروح البنت قايله لها ختنوني عيني ختنوني، تقول لها بس خلاص ما بحبش اسمع اغاني. برافو عليك. يلا يا جماعه تعالى بسرعه اقطع هنا. لكن عامله الولاده بس بفلوس، لكن الختان ايديا الانصار السنه. اما بابا ابراهيم بقى يا عيني عليه يا روحي عليه، ده مدرس تاريخ، ده انت تاريخك اسود انت وعيالك في الخيانه، انت كنت بتشرح لهم الخيانه جوه على الطبليه. الجميل اهو منشكح ومبتسم وامور ومتصور مع عزام التميم المسؤول عن تمويل الاخوان حول العالم، استقبله بعد ما كان جعان وشحات وبيلبس صندل. واخو برقوق الكبير طارق انس برقوقه والتاني طارق جوافه، ومن غير بذر. انوار ما خلفتش عيل ببذر خالص، دي الحسنه الوحيده اللي عملتها عشان يتاكلوا على طول، ان العيال دي معروفين من زمان ان هم بيتاكلوا. قصه حزينه جدا يا برقوقه، من الازهر للسودان لهولندا لبريطانيا للموساد اللي قاعد في بيتي، في الاخر جاي يقول لي حريه ونضال. انت حريه التمويل الدولي. شوف يا برقوقه لو ما بطلتش حوار السفارات ده وتطول لسانك اللي هو اطول من اللازم على ستك وتاج راسك مصر، اقسم بالله هنفتح الصندوق الاسود واجيب لك صورك وصور مراتك. بقول لك ايه صح يا برقوقه، قول للمدام في واحد هندي ينفع بعد ما اتطلقت تتجوزه؟ هل يا صح انها ممكن تتجوزه وهي متجوزاك؟ اللعب مع المصريين يا برقوقه غير اللعب مع الموساد خالص. خلي بالك بقى المره الجايه عشان هتكون بالمستندات، وخلي مراتك بقى تبيع خمور اكتر بقى علشان يمكن تقدر تدفع لك اتعاب حماه. فكرتني بحماه، انا حاسس كده ان حماك يبقى افخاي ادروعي. اقسم بالله البت مراتك دي شبه افخاي، نفس النضاره نفس السحنه نفس الخمور. بعدين حجابي يا راجل لبسها خمار عشان يبقى الخمار يبيع خمور، ومتجوزه خمار. في صحتك يا برقوقه يا جوز الست. شيروالو.